عمرك كنت مبسوط جدا وفجأة بعد ما شفت فيديو مدته دقيقة بقيت مخنوق ومش طايق اليوم كله؟ أو كنت متحمس تعمل حاجة مهمة بعد نص ساعة سكرول على السوشيال ميديا حسيت إنك فقدت كل طاقتك حرفيا؟ من الغريب إن أغلب الناس فاكرة إن ده مجرد محتوى للتسلية، لكن في الحقيقة إن بعض أنواع المحتوى بتأثر على مشاعرك أكتر مما تتخيل. طيب إزاي ده بيحصل؟ المخ بتاعك مصمم انه بيتفاعل مع اللي بيشوفه واللي بيسمعه. يعني لو قعدت تتفرج على فيديوهات كلها حزن وموسيقى كئيبة ومشاهد سوداوية، فطبيعي ان حالتك النفسية هتبدأ تتأثر سلبيا او ايجابيا على حسب اللي انت بتشوفه مع الوقت، وده كنوع من التعود على الوضع اللي انت بتعرضه لمخك. ناس كتير لما بيعرفوا ان الموسيقى حرام بيستغربوا وبيقعدوا يقولوا ايه السبب وهما مش عارفين ان الموسيقى دي بتتحكم فيهم كأنهم دمية في ايديها. ويا عزيزي انا متأكد انك ممكن ما تكونش مصدقني دلوقتي بنسبة حوالي 50%. انت مش مصدقني وشايف ان انا واحد جاي يثير الجدل وجاي اكرهك في الموسيقى اللي انت بتحبها وبتقضي وقتك، لكن انت اكيد 100% في الفترة الاخيرة شفت جماعة المراهقين اللي عايشين فيها دور الاكتئاب على التيك توك. طبعا محدش منهم حصل له صدمة نفسية الا من رحم ربي، ناس قليلة جدا اللي بيكون فعلا حصل لهم مشكلة. اغلبيتهم شاف فيديو ايديت او تصميم فيه موسيقى حزينة وكلام من نوعية الدنيا ما عادش فيها خير وما عادش فيه حاجة بتفرح وانا حزين واعيش بمفردي ومحدش حاسس بيا. واحنا اكيد اغلبية الجيل بتاعنا مر بالمرحلة دي في مرحلة من مراحل عمره بسبب انتشار الفيديوهات الكرنج اللي فيها موسيقى غبية حزينة ومكتوب على الشاشة اي حاجة. النوع ده من المحتوى ليه لقب اطلقه بعض العلماء في النفس وبعض الاطباء النفسيين في الفترة الاخيرة، وهو المخدرات الالكترونية. هتقولي دلوقتي يعني بيقعدوا يعني يفيبوا الحشيش يعني ولا ايه؟ هقولك لا، مش اللي انت بتفكر فيه. لا، هو معنى هذه الكلمة ان هي حاجة بتأثر في مخك تأثير شبه تأثير المخدرات والحاجات السيئة دي، لكن هي في الحقيقة مش مخدرات. يعني هي يبان من بره ان الحاجة دي كيوت وجميلة، لكن اول ما تدخل الحاجة دي تلاحظ ان هي بتغسل مخك وبتزرع لك افكار. اسهل طريقة انك تزرع فكرة عند شخص هو مش مقتنع بيها هو انك توريه فيديو من الفيديوهات دي. وبرضو عندنا مهووسين الابراج اغلبيتهم اقتنعوا بسبب اديتات تيك توك. اي واحد منكم مر بتجربة زي دي او يعرف حد مر بتجربة زي دي اكتب لنا في التعليقات. انا شخصيا مريت بتجربة زي دي. كان في فترة كنت مهووس بعلم النفس والحاجات دي بسبب اديتات كرينج. انا ما كانش عندي اي علم اصلا. لسه مش مقتنع صح؟ انا حاسس بيك، عشان كده حبيت اقنعك. المفروض في نوع من الفيديوهات المفروض ان هو مرعب جدا، كل الرعب اللي انت بتحس بيه بسبب الموسيقى اللي في الخلفية. مش مصدقني؟ استنى هعرض لك حاجة 100% انت كنت بتترعب منها بسبب الصوت اللي في الخلفية بس بصوت مختلف، وقيم في التعليقات. ننحلي بالزهر والسرور لي والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب لي شوى وشاهش على. اقتنعت صح؟ هل ده عيب في مخ الإنسان؟ حاشا لله، مستحيل. العيب في الحاجة اللي انت بتعرض ليها مخك. دلوقتي ممكن الترفيه يكون مفيد زي الفيديوهات التوعوية اللي بنشوفها في آخر فترة، ومش شرط يكون مفيد، ممكن يكون محتوى مسلي بيملى يومك بالبهجة والسرور بس في نفس الوقت مش بيضرك. مش لازم يكون المحتوى جد، ممكن يكون هزار بس ما يضركش. وممكن يكون محتوى ابن كلب بيضرك ومش بيسليك وبيملى يومك بالحزن والكآبة ويفضل يخليك طول اليوم كاره نفسك على الفاضي. ونوعية الفيديوهات اللي بتكون من النوعية اللي اتكلمنا عنها دي غالبا بتسبب إدمان وبتخلي الشخص ما يعرفش يشوف فيديوهات غير دي. هل أنا واحد من الناس بتوع التطوير الذات والتوعية والجماعة دول وجاي أقول لك مثلا ما تشوفش أي ترفيه، ما تشوفش فيديوهات؟ لا خالص، أنا ما قلتش كده. أنت تقدر عادي إنك تشوف ترفيه بس اختار الترفيه اللي يفيدك مش اللي يضرك. ما تروحش تشوف فيديوهات عبارة عن مخدرات إلكترونية بتأثر على دماغك وتستغرب بعد كده لما تلاقي نفسك كل شهر بشخصية مختلفة
ودماغك بيتأثر عليها من فيديوهات كأنك دمية في ايدين الفيديوهات دي. ما تستغربش بعد كده لو انت شفت النوع ده من الفيديوهات. والمشكله ان النوع ده من الفيديوهات بيتوجه غالبا للاطفال اللي بيقعدوا يشوفوا طبعا الاديتات الكرنج اللي فيها فنك، اللي بتاثر على دماغهم وبتقنعهم باي فكره وبتشيل من دماغهم اي فكره بكل سهوله من غير حتى ما يتعبوا ثواني. فخلاصه الموضوع، خلي عقلك ملكك واصنع انت نفسك، ما تخليش العالم هو اللي يصنعك. وقبل ما تمشي، الفيديو اللي ظهر قدامك دلوقتي على الشاشه ده شرحت فيه ازاي انك تقدر تجيب فيه اول عدة ضغط في حياتك. مهم انك تشوفه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ومع السلامة.